بالبيض والفسيخ والرنجة والبصل بيحتفل المصريين بمختلف طبقاتهم الاجتماعية بواحد من أهم أعيادهم التاريخية، وهو شم النسيم أو عيد الربيع. بس تعرف إيه هو تاريخ شم النسيم؟ هقولك. تسمية شم النسيم بترجع للعصر الفرعوني، وكان اسمها شمو، ومعناها الحصاد، ومعناها برضو بالهيروغليفية بحث الحياة. لكن بعد سنين كتيرة اتحولت كلمة شمو لكلمة شم، وتحديدا في العصر القبطي، واتضافت ليها كلمة النسيم وبقت شم النسيم. وده بسبب اعتدال الجو والربيع وموسم الحصاد، وبيصادف يوم شم النسيم يوم اعتدال الربيع، يعني عدد ساعات النهار بتتساوى مع عدد ساعات الليل. وتعود المصريين القدماء إنهم يتجمعوا كل سنة في اليوم ده عند الهرم الأكبر علشان يشوفوا غروب الشمس وتربعها على قمة الهرم في منظر مهيب بيتكرر ليومنا النهاردة مع كل اعتدال ربيع. وكعادة المصريين عموما بيربطوا أي مناسبة وأي احتفال بالأكل، عشان كده شم النسيم كان ليه أكلات مميزة ليها مدلول معين عند الفراعنة، زي الفسيخ مثلا، اللي يعتبر من أشهر الأكلات اللي بناكلها في شم النسيم، واللي بترجع لعهد الفراعنة، وهي عبارة عن سمك بوري مملح بيتم حفظه بطريقة معينة، وانتشر أكله في عهد الأسرة الخمسة كوسيلة لتقديس نهر النيل. أما النهاردة فبناكله عادي كرمز من رموز شم النسيم. أما البصل فمعروف بفوائده الكتيرة للجسم ولتقوية المناعة، وكان بيرمز عند القدماء المصريين للتمسك بالحياة، وكانوا بيعلقوه عند أبواب البيوت. وما ينفعش طبعا ننسى البيض الملون، اللي بيرمز استخدامه عند القدماء المصريين لخلق حياة جديدة، وده علشان كانوا بينقشوا وبيرسموا أمانيهم ودعواتهم على البيض. وبيقال إن تلوين البيض بيرمز للخصوبة والبداية حياة جديدة اللي بتيجي مع بداية فصل الربيع. وبتعتبر الرحلات والمنتزهات والجناين من الأنشطة الأساسية اللي بيستمتع بيها الناس في عيد شم النسيم.